دراجي يكشف عن العقوبات التي سلطتها الكاف على المغرب، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. قال الإعلامي والمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي في تصريح لخبر بريس أن العقوبات التي ستطال الجامعة المغربية لكرة القدم على إثر عدم مشاركتها في كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان، والتي تقام في الجزائر من 13 جنفي الجاري إلى غاية 4 فبراير القادم، ستكون 250 ألف دولار عقوبات ضد المغرب كعقوبة مادية. وأضاف دراجي في تصريحه لخبر بريس أن المغرب ستمنع من المشاركة في دورتين قادمتين لذات البطولة، في حين أكد دراجي أنه لا خوف على الجزائر ولن تطالها أي عقوبات. وبخصوص رده على سؤال خبر بريس حول القوة القاهرة في القانون، قال أن هذا غير مبرر تماما، وضرب المثال بقطر حين شاركت في كأس آسيا لسنة 2017 رغم المشاكل التي كانت بينها وبين دول الخليج آنذاك.